السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم والحلقة الخامسة من كورس اطمئني. زي ما احنا متعودين، احنا عندنا سلوكيات بنمشي عليها وبعض النصايح اللي بعد كل حلقة بنتفق عليها. المرة اللي فاتت اتوصينا اننا نسبح 100 مرة او اكتر ذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، علشان ان شاء الله نتقابل مع بعض في الجنة تحت النخل اللي احنا زرعناه، ونفكر بعض اننا كنا بنتواصى في الدنيا على ذكر الله سبحانه وتعالى. يا رب ان شاء الله تكونوا فعلا عملتوا الذكر علشان كلنا ناخد الاجر والثواب باذن الله. النهاردة ان شاء الله في الحلقة دي هنوصي بعض على قيام الليل. صلاة قيام الليل اكيد اللي بيصليها حاسس احساس عالي جدا، حاسس ان هو في مكانة تانية، حاسس ان هو مطمن وقلبه مرتاح، لانه بيصلي في الوقت اللي ربنا قال عنه ان هو بيتنزل الى السماء الدنيا وبيستجيب لدعاء اي حد رافع ايديه وعنده مسألة الله سبحانه وتعالى بيقضيها ليه. فسبحان الله، لو احنا بقى مش بنصلي قيام الليل بس نفسنا قوي اننا نكون من الناس اللي بتصلي قيام الليل، قلبنا متعلق بقيام الليل لكن مش قادرين وبنجاهد نفسنا. انا حابة اقولك تجربة انا قرأتها. حد كاتب بوست وبيقول انا كنت ما بصليش قيام الليل لغاية لما ربنا اكرمني وبدأت اصلي ركعتين قيام الليل، وقبل شهر رمضان لقيت الحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. قال العيني في شرح الحديث قوله من المقنطرين بفتح الطاء أي من الذين أعطوا قنطارا من الأجر، وقيل إن القنطار 1100 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض. فالشخص اللي كاتب البوست بيقول قعدت أفكر إزاي أكون واحد من ال3 أشخاص دول. ألا أكون من الغافلين، يعني أصلي قيام الليل ب10 آيات. أن أكون من القانتين، أصلي قيام الليل ب100 آية. أن أكون من المقنطرين، أصلي قيام الليل ب1000 آية. فقال يدور على عدد الصور اللي ممكن تكون 10 آيات أو 100 آية أو 1000 آية، علشان ما تكونش من الغافلين. هتصلي قيام الليل بركعتين بسورة الإخلاص والفلق والناس. الصلاة مش هتستغرق أكتر من 3 دقايق. لو عاوز أو عاوزة تكوني من القانتين هتصلي ركعتين قيام الليل، هتبدأي من سورة القدر إلى سورة الناس أو سورة الواقعة مع سورة الإخلاص، والصلاة مش هتستغرق أكتر من 10 دقايق. إذا كنتي عاوزة تكوني من المقنطرين هتصلي قيام الليل بأي عدد من الركعات، وتبدأي من سورة الملك حتى سورة الناس. مدة الصلاة يعني مش متحددة، فمحدش يعرف. التجربة اللي قالها الشخص ده ممكن نستفيد منها، ممكن نجربها، ممكن نتواصى أنا وانتو ونجرب. يا ترى احنا عاوزين نكون من ايه؟ عايزين نكون من المستغفرين ولا من المقنطرين ولا من القانتين؟ يا ترى هتحبي تكوني مين فيهم؟ أنا بوصيكي لو انتي مش بتصلي قيام الليل، رمضان فرصة عظيمة جدا جدا. كلنا بنبقى صاحيين، او حتى لو احنا بننام شوية بنقوم علشان السحور. قومي قبلها بشوية وصلي قيام الليل. واحنا قلنا قبل كده ان رمضان مش هو مبتغانا، رمضان هو محطة بس عظيمة جدا. محطة زي كده ايه؟ لو انتوا هتوصلوا مثلا، لو انتوا من اسكندرية وهتوصلوا لغاية محطة مصر، في عندك في السكة كده في محطة سيدي جابر. محطة سيدي جابر محطة حلوة، ولو القطر هيقف شوية هتنزلي في سيدي جابر. سيدي جابر جميلة. فهو كده احنا محطتنا الأخيرة هي الجنة. محطتنا اللي هي في النص هي
شهر رمضان محطة جميلة وعظيمة ومليانة بالحسنات اللي هتوصلنا للمحطة الأخيرة. فانت كده يعني بتعودي نفسك وبتدربي نفسك على ركعتي قيام الليل، مش في رمضان بس، لا احنا بنثبت سلوك لبعد رمضان. ان شاء الله كلنا هنتواصى بعد رمضان اننا نصلي قيام الليل. وخلي بالك قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة وسمات النفوس الكبيرة، وانا ان شاء الله واثقة فيكي وعارفة ان انتي عندك ارادة قوية، وان شاء الله انا زيك بالظبط، انا وانتي هندرب نفسنا وهنقوم وهنصلي قيام الليل، وبإذن الله هندعي ربنا وهنستميت في الدعاء ان ربنا يثبتنا على قيام الليل بعد رمضان، ويبقى القيام الليل جزء لا يتجزأ من حياتنا ان شاء الله. وخلي بالك ان قيام الليل هو زي النور، والنور ده لو اتفتح في قلبك خلاص هتحسي انك مطمنة، هتحسي انك يعني ليكي سند ومفيش حاجة تقدر تقف قدامك. وخلي بالك ان قيام الليل هو شرف المؤمن، شرف المؤمن في قيام الليل. قيام الليل هو انسب وقت تشتكي همك لله سبحانه وتعالى، تكلمي ربنا وتقولي له ولادك تعبينك، زوجك في مشاكل بينك وبينه، حياتك مش متظبطة، اي حاجة عندك، اي هم عندك، هو ده الوقت اللي كل الناس نايمة لكن انتي صاحية وبتكلمي ربنا وربنا سمعك، ولو رفعت ايديكي للدعاء ان شاء الله هيستجيب لدعائك. فما تضيعيش الوقت الجميل ده، ما تضيعيش الفرصة العظيمة دي. انا عارفة ومتأكدة ان انتي هتجهدي وان انتي هتحاولي وان انتي هتقدري. رمضان سهل جدا اننا نقوم ونصلي فيه، لكن بعد رمضان هو بيبقى التحدي الاكبر، بس انتي قدها وان شاء الله هتدعي في قيام الليل يا رب ثبتني على قيام الليل بعد رمضان. انتي هتدعي وانا هدعي وكلنا هندعي لبعض علشان باذن الله نكون صحبة متجمعين في الفردوس الاعلى ان شاء الله. اتمنى ان انتي تكوني استفدتي، واتمنى انك باذن الله تفتكرين النهارده في قيام الليل ان شاء الله. واتمنى انك ما تنسيش تدعي لاولادك. انا عارفه ان اولادنا بيسببوا لنا تعب كتير بالنهار، بس احنا بالليل قلبنا هيبقى صافي وهندعي لهم وهنزن في الدعاء علشان ان شاء الله يكونوا اولاد صالحين، وكمان بعد كده يكونوا عونا لينا على الطاعة ان شاء الله. ما تنسيش تعملي كل اللي اتفقنا عليه، وما تنسيش النهاردة انك تحضني ولادك وتبوسيهم وتقولي لهم بحبكم، ولو هم مزعلينك في حاجة حاولي ان انت تقعدي معاهم وتتناقشي في الحاجة اللي مضايقاكي دي علشان قلوبكم تبقى صافية، وان شاء الله تكونوا اصحاب وتحلوا مشاكلكم كلها بهدوء وبسلاسة. اتمنى تكوني استفدتي، واستنيني ان شاء الله في الحلقة الجاية من كورس اطمئني. لو انتي لسه مكملة معايا لغاية هنا في الفيديو اكتبيلي في التعليقات وقوليلي هل انتي متابعة الكورس من اول حلقة ولا انتي لسه جديدة واول مرة تشوفي الحلقة. فاتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا من اصحاب قيام الليل وتكونوا باذن الله براحة وسعادة وطمأنينة ان شاء الله. السلام عليكم، واستنوني وحلقة جديدة باذن الله.